بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من ذا بول كاست. ضيفي وضيف حضراتكم النهاردة علم من أعلام التحكيم في الدوري المصري وفي الكرة المصرية عموما. احنا معانا النهاردة واحد مشهور جدا باتزانه، بهدوءه، بقوته واتخاذه للقرارات السليمة في الوقت السليم جدا، وهنتكلم معاه في كذا موضوع. ضيفي وضيف حضراتكم النهاردة كابتن أحمد العدوي. مشرفني ومنورني يا كابتني والله. اهلا وسهلا. الله يخليك. ان شاء الله كده تبقى حاجه مميزه النهارده، واشكرك على الكلام الجميل اللي انت بتقوله. الله يكرمك يا كابتني. ده اقل حاجه ممكن نوصف بيها حضرتك، لان مواقفك هي اللي قالت كده يا كابتن في المباريات، مش كلام من عندي. الحمد لله انك شايف كده. الحمد لله. الحمد لله. مالناش دعوه بالناس التانية يا كابتن. الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. انا متشكر جدا طبعا لتلبيه الدعوه بتاعتنا النهارده، وعندي كذا ملف. انا صريح جدا، دغري جدا، بتكلم لغتنا بتاعت البلدي كده. بس هو هتفرمل مني. لا لا أنا لا جاهز. أنا جاهز. لا، ما انا برضه عارف حدودي فين. أنا جاهز. انا عارف بروح فين. الله يعطيك الصحه والعافيه. طيب انا اول حاجه عايز ابدا معاك بيها، عشان دي حاجه انا متابعها بشكل جيد جدا، وهي قضيه تسريب الفار. مشهور اعلاميا بتسريب الفار. اولا احنا عايزين نعرف هي المشكله او القضيه وصلت لغايه ايه دلوقتي حالا واحنا بنصور مع حضرتك. هو دلوقتي خلاص صدر حكم نهائي بتغريم الاثنين متهمين مبلغ 100,000 جنيه وتعويض مدني مؤقت كل واحد 50,000 جنيه. واول امبارح ابراهيم فايق ارسل انذار للكابتن محمد عادل بال50,000 جنيه فعلا، واستلمناهم وقبضت الاتعاب بتاعتها. ولسه مستنيين احمد عبد الباسط يبعت ال50,000. ما بعتش، احنا ان شاء الله هنبعتها. عشان ايه؟ ممكن لسه القبض ما نزلش ولا حاجه. لا، هم بيقبضوا كل يوم. طيب. بس وبعد ان شاء الله ال 60 يوم خلاص قربوا خلاص. هنرفع دعوه تعويض ان شاء الله على الاثنين برضو، كل واحد لوحده بمبلغ 10 مليون. المفاجاه برضو، اعتقد دي ممكن تبقى اول مره تتقال او تاني مره، ان القضيه فيها مجني عليه تاني غير الكابتن محمد عادل. كابتن ميدو سلامه حكم الفار متواجد في ورطه الفار، هو برضه في القيد والوصف بتاع القضيه هو مجني عليه، فبرضه عمل لي توكيل، وهنرفع برضه عليهم قضيه تعويض كل واحد برضه ب 10 مليون. يعني كده كل واحد هترفع عليه قضيتين ب 20 مليون ان شاء الله. طيب للتذكير، عشان بس انا ما وضحتش، كابتن احمد العدوي بما يعني هو حكم، وهو برضو محامي، وهو المحامي عن كابتن محمد عادل. تمام. والمحامي الخاص برضو بكابتن ميدو سلام. فلذلك ده كان اول حاجه اساله فيها، وهكمل بقى في الملف ده. هو اصلا فكره ان الكلام اللي ما بين الحكام في السماعات ان هو يطلع من غرفه الفار، هل ده اصلا شيء قانوني؟ هل ده مباح؟ هل ده منصوص عليه في اي لوائح او اي حاجه حتى بره مصر؟ بس هو مبدئيا لو قرأت المشروع بتاع بروتوكول الفار قال لك ان هو سري ولا يمكن تداوله الا بين الحكام والمنظمين للبطوله، تمام، والناس المسؤوله عن مشروع الفار على مستوى الاتحاد الدولي لكره القدم اللي هو الايفاب. تمام. فقال لك سري، ده موجود مترجم. فلكن للاسف هو اتسرب بطريقه ما. تمام. انا رايي الشخصي ان كان لازم برضو يعني يتم البحث اكتر في الموضوع ده عن مين اللي قام بالتسريب. ده عنصر مهم جدا 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 جدا، وده لابد من بتره، لان خلي بالك اللي عمل ده كده ده راجل مسؤول. فالمسؤول هو كده خيانه الامانه. الله ينور عليك. فللاسف احنا سعينا واجتهدنا عشان نوصل للموضوع ده، بس للاسف يعني مفيش دليل. هو برضه مفيش دليل. يعني ممكن اقول لحضرتك على حاجه. الصحفي انا هنا مش بدافع عن حد، لا مفيش مشكله خالص، وكامل احترامنا طبعا للاعلام ابراهيم فايق وللصحفي احمد عبد الباسط. القضيه مشهوره اعلاميا جدا يعني. فالصحفي ما بيقولش مصادره، تمام، وما بيقولش انا جبت التسريب منين، المعلومه منين. بس هي في المجال بتاع الصحافه هي شطاره. طبعا هي شطاره ان هو جاب الريكورد اللي قلب مصر. بس وصل فين دلوقتي؟ ابو حديد. اول مره في التاريخ اعتقد يحصل ان اتنين مقدم برامج ومعد برامج الاثنين يتم احالتهم للمحاكمه الجنائيه وتحصلوا بالفعل على حكم جنائي. بتعويض طبعا لكابتن محمد. والله ما هو على فكره هو موضوع التعويض على فكره مش فارق معانا خالص، اكتر من احنا بنوصل رساله: اشتغل، اجتهد، لكن ما تاخدش في سمعه الناس. انا كنت لسه جاي لحضرتك في حاجه زي كده. وخصوصا ان المحكمه قالت حكم والله مش مبالغه، يعني بتسطر باحرف من نور، ان قال ايه؟ ان كلا المتهمين قام باجتزاء المقطع الصوتي. ايوه، انا دي بقى كنت عايز اعرفها. وقام بحذف بعض المقاطع
لتحقيق سبق اعلامي مزيف، حلو. مخالفين ميثاق الشرف الاعلامي. ما تزعلش مني بعد كده ازاي يطلعوا برامج تاني وازاي نأمن لهم وازاي نثق فيهم. اعتقد الكلام ده خلي بالكم كابتن احمد قال الكلام بتاع القاضي بالحرف. الكلام ده موجه لرئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام معالي الوزير خالد عبد العزيز. احنا تقدمنا بشكوى بالفعل، ثم الحقناها بشكوى، ثم بانذار. عايزين نتحقق في الموضوع ده. اي برنامج بيحصل في اي حاجه بيجيب المستشار القانوني بتاع القناه وبيساله اشمعنى الموضوع ده. يعني طب هو الجزء اللي تم اجتزاؤه ده او الحتت اللي ما اتقالتش، ايوه، هي الحتت دي تنصف كابتن محمد طبعًا عادل طبعًا، ولا الحتت دي كما يقال اسمح لي ان كان فيها تطاول او كان فيها حاجه من كابتن محمد عادل وميدو سلامه ما كانش ينفع يتقال؟ طب عايز اقول لك حاجه. اتفضل. هو حذف الالفاظ دي سمعها منين؟ الباقي ايه بقى؟ اقول لك انا الباقي ايه. الباقي بيقول له ايه؟ يا ميدو استنى، الله يخرب بيتك يا ميدو استنى، يا ميدو استنى، لا 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 ده انت كلامك صح يا ميدو، ده فعلا ركله جزاء. هم ادوا حق للناس الحته الاولانيه وما كملوش الباقي. هم لو كملوا الباقي محمد كده الحمد لله. او كان في امكانيه يا كابتن ان انا اذيع الجزء اللي اجتزأ ده، اذيع المقطع كله واعمل تيت بس او صمت بس عند الحته اللي هم بيقولوا. وخلي بالك بقى حته التيت دي ما تزعلش مني، اتكلم بقى دغري يعني. اكبر مشاهير في مصر على الهوا عملوا الموضوع ده، حصل لهم ايه؟ ولا حاجه. صح، حصل. طب احنا ممكن اصحاب مع بعض قاعدين ممكن بنهزر، طلع مننا لفظ، هل ده يتحسب هتحاسب عليه؟ لا، بس خلاص هو ده الموضوع. طب فكره ان هم رفعوا قضايا برضو على كابتن محمد عادل وعلى شخصك، على حضرتك، فكره يعني مش عايز اقولها بصراحه عشان يعني احنا نقول حاجه حلوه. عارف انت اللي بيرفص؟ ماشي. هم كانوا بيرفصوا بمعنى ايه؟ جه قال لك احنا تقدمنا ببلاغ ضد الكابتن محمد عادل بازدراء الاديان. فين البلاغ ده؟ انا نفسي اشوف البلاغ ده. هو اصلا مش موجود. ما انا اقول اهو، شوف بقول لك ايه، انا نفسي اشوف بلاغ بازدراء الاديان. ده شو ما قالوا كده على كل المواقع اتقال الكلام ده. انا بقول لك اهو، انا عايز اشوف بلاغ الدين رقم محضر ده اولا. ثانيا هم بالفعل تقدموا بشكوى ضدي انا. تمام. ان انا اتكلمت عليه في البرامج واتسالت في النيابه على فكره في السويس هنا باتهام القذف العلني. تمام. وطبعا دللت بالدليل القاطع للنيابه ان اصلا الكلام ده مفيش، وان اركان الجريمه اصلا مش موجوده ومفيش. والبلاغ اتحفظ يوم 23/6. تمام. بالنسبه لمحمد عادل حضرتك، بالنسبه للتيت دي هم فعلا البنك الاهلي باعاز من احد الاشخاص تقدموا بلاغ ضد الكابتن محمد عادل، وبرضه النيابه حفظته، وهنرفع ضد البنك الاهلي تعويض ب20 مليون جنيه. ده الموضوع طبعا ما سالش. خلي بالك، هو البنك الاهلي دخل نفسه طرف ليه؟ ده ناس محترمين افاضل على فكره. رئيس النادي اللي هو اشرف نصر راجل محترم جدا، والمدير التنفيذي تقريبا اسمه حاتم وحاجه زي كده تقريبا، هو اللي عمل البلاغ. ناس محترمين جدا. تمام. اتقال لهم انت شايف ان يعني حضرتك شايف ان هو ملوش احقيه ان هو يدعي في شيء ما مثلا؟ فيش اصلا خالص. عايز اسالك سؤال، هو هنفترض كده انا قلت يا مش عارف ايه، هو انا ما قلتش حس بالظلم من ضربه الجزاء؟ لا هو بيتكلم ان احنا محمد قام بسب نادي البنك الاهلي. دي قصه ثانيه. شخصيه اعتباريه. تمام. شخصيه اعتباريه، انا هشتمها ليه؟ تمام. يعني زي ما انا قلت يا مش عارف ايه، يا حكومه يا مش عارف، هو انا حددت الحكومه مين؟ صح. لكن ومع ذلك هو فين الكلام ده اصلا؟ ومين اللي سمعه ومين اللي قاله؟ انت عارف مين اللي سمعه ومين اللي قاله؟ محامي احمد عباسط، هو محامي البنك الاهلي. فعمل دي وسيله ضغط علينا عشان نتنازل على البلاغ، واحنا اقسمنا ان احنا مكملين للاخر حتى لو هنتحبس. لان احنا عايزين نوصل رساله للناس، عايزين نشوف اعلام نظيف، اعلام مش موجه، اعلام انت تقعد تستمتع وانت بتتفرج عليه. اقول لك حاجه والله العظيم، انا كنت من مشاهدين ابراهيم فايق بعد الموضوع ده وطريقه عرضه للموضوع، وان اقفل النور وهات الريموت وعلي التلفزيون واسمع. هو انت محمد عادل ده ما عندوش اسره، ما عندوش بيت، ما عندوش صحاب، انت عايز تدمره وعايز تقتله، وسبحان الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. احنا من اول يوم بدأوا يتكلموا في الموضوع ده خدنا قرار يا محمد، لو ذاعوا اي حاجه تخصه هنقدم بلاغ. تاني يوم وهم بيذيعوا الحلقه كابتن محمد كلمني، انا قعدت معاه قلت له محمد على ما اجي لك وتعمل توكيل، لا اكتب مليك البلاغ ده. مليته البلاغ
تاني يوم راح قدمه، النيابه العامه مشكوره سالته في نفس اليوم، وبدات الامور تمشي تباعا. اول حكم خدنا غرامه مليون جنيه، تعويض بدل الموقف 50,000. احنا استأنفنا الدعوه المدنيه وهم استأنفوا الدعوه الجنائيه. الحمد لله الحمد لله القضاء المصري انصفنا، واعتقد احنا بنشوفه اهو دلوقتي. والله هو صعبان عليا. انت تخيل، انت شوف اي بوست بيعمله، شوف التعليقات عامله ازاي. كان حد يقول عليه الكلام ده دلوقتي؟ لا. مزور ومدلس واللي انا مش على فكره انا مش قابل له الكلام ده، لان هو في الاساس هو اعلامي، هو خامه محترمه جدا طبعا. بس للاسف اتضحك عليه. المعد بتاعه ضحك عليه. المعد بتاعه جاب معلومه برضه اتضحك عليه فيها. طب هو الموضوع اثناء ما هو كان ماشي كده ما كانش فيه اي سكه للتصالح مثلا؟ ما كانش فيه اي سكه للتراضي؟ هو انا اللي هقوله ده يعني ما اعرفش ينفع يتقال ولا لا. احنا جمعتنا جلسه ما بين المحقق، تمام، شغل راجل محترم جدا جدا جدا، والمحامي بتاع ابراهيم فايق، وانا قعدنا في المكتب واتعرض الصلح وقعدنا نتكلم. قلت له احنا ما لناش اي طلبات خالص قد ان هو الراجل يطلع في البرنامج يعتذر لمحمد، وبالنسبه لنا الموضوع انتهى. هنيجي تاني يوم نتنازل عن القضيه. هو العرض ده جه من مين؟ من طرف حضرتك ولا من طرف الناحيه الثانيه؟ مين اللي كان عايز؟ بص الموضوع كبير. سؤال صعب. سؤال صعب. الموضوع كبير. الموضوع لا على فكره انا ممكن اقول بس ما ينفعش يعني في يعني دي ما ينفعش تتقال برضه. ما اصل اللي بيقدم يعني اللي بيقول انا هعتذر يبقى هو حس فعلا ان هو وسع الموضوع. احنا ممكن نقول حد محترم واسطه خير اتدخل في الموضوع وعرض الصلح وقعدنا. انا قلت ده طلبي الوحيد. قال لك لا طب ما خلاص محمد كمان يعمل فيديو يعتذر فيه. قلت له محمد اصلا ما طلعش في الاعلام، محمد كان مفوضني انا ان اطلع اتكلم في الاعلام وانتوا عملتوا فيا بلاغ. فقال لي هنتنازل لك عنه. قلت له لا مش محتاج تتنازل عني، انا اصلا كده ما عملتش جريمه، وانا كده عارف اعرف اتكلم امتى وما اتكلمش امتى واقف امتى، واعرف ايه اللي يدني وايه اللي ما يدنيش. لا خلينا في موضوع محمد. قال هو كمان يطلع يعتذر. انا طبعا اعتذرت وقلت له لا ما ينفعش. تمام، ومشيت الامور وكملنا القضيه والحمد لله ربنا كرمنا. واعتقد ان شاء الله حتى في التعويض ان شاء الله ربنا ينصفنا. وانا بقول تاني وتالت ورابع، الموضوع من التعويض مش قسما بالله فلوس او مكسب مادي ولا حاجه خالص. لا احنا بنوصل رساله يا جماعه لو سمحتوا خلينا في الاعلام البناء، الاعلام الهادف اللي يجيب مصلحه الناس، مش ان انت تخرب بيتي. طب اقول لك حاجه، محمد طلع من القائمه الدوليه ومش ده ضرر اصابه؟ طبعا ضرر اصابه. غير كده وكده طبعا يا كابتن الموضوع طبعا انا اسف طال سمعه كابتن محمد عادل. بس الحمد لله القضاء انصفنا. دي وصله تانية كنت حاجه لحضرتك فيها. الحمد لله إن الحكم بشر يا جماعه. انسان مصري عايش في جيران، في ولاد، في اصحاب الولاد، في اهل، في قرايب. بص لك حاجه، الحكم اكيد بشر زينا والحكم بيتاثر. يعني انا ايام ما كنت بحكم احد الاعلاميين اللي هم الهاربين دلوقتي بره مصر، تمام، طلع برضو قاعد يتكلم، ده محامي وشغال في مكتب مرتضى منصور ومش عارف ايه. انا مش عايز اقول انا عمري ما عملت مرتضى منصور على فكره. انا وهقول لك حاجه، في بيننا كانت مشاكل كبيره جدا جدا بيني وبينه. طب ازاي بيني وبينه وهشتغل معاه؟ ازاي بيني وبينه وانا بحكم له؟ فبرضه يعني برضه بيضبش بقى يا كابتن. ما هو ماشي بيضبش يعني برضه عشان يبقى فيه مصداقيه. يعني هقول لك حاجه، انا قلت لا الراجل ده كذاب مثلا، كام واحد هيقول لي هيصدق كلامي؟ في ناس سمعت هتفضل تدور راي لا ده خلاص ده احمد العاده شغال مع مرتضى منصور وازاي يحكم الزمالك. فللاسف برضه لازم يبقى في رقابه اكتر من كده. طيب الحاجات بقى اللي بتدور حوالين الحكم دي يمين شمال اكيد بتاثر معاه في مستواه هو في المباريات. والله الكلام ده ما بيحصلش الا في مصر بس. بره الحكم اقسم بالله بيخطئوا اخطاء جسيمه. مفيش اي مخلوق بيتكلم ولا حد بيتطاول ولا حد بيتكلم في ذمم ماليه ولا حاجات اخلاقيه ولا يتعرض لك. احنا عندنا ولا حاجه، انا في مره بحكم مباراه الاتحاد وادي دجله، تمام، قبل تقنيه الفار، تمام، لو موجوده تقنيه الفار وطلعت شفت الكره ركله الجزاء 100%. مش بقول لك ركله الجزاء 100%، لكن قسما بالله العلي العظيم انا في المباراه ما شفتها. انت لو شفت تليفوني لحد دلوقتي موجود على تليفوني وشفت الرسائل، انا مثلا جالي ما يقرب من 1000 او 1500 رساله كلها شتايم اكيد من ودعاء. طب عشان لعبه، تخيل انت بقى عشان لعبه بتتشتم وتتهان عشان ايه؟ ده بقى بياخدني الملف الثاني بقى، الحكام بقى او لجنه الحكام في مصر تختلف تماما عن اي لجنه حكام في العالم. بتحس يا كابتن ان لجنه الحكام اقل ضلع او اضعف ضلع في الكوره دايما هي اللي بتدفع فواتير اي حاجه عشان بيجوا بالتعيين؟ بمعنى انا بقول لك انا اللي بختارهم، انا كمسؤول انا اللي بختارهم بدون كفاءه.
لا لا أو لا الكفاءة لا 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 ما كانش كفاءه خالص. أو أنا حد بتكلم- مكان حد. خلاص بص يعني اكني ارتضيت ان ابقى دور الموظف، فمين اللي هيدافع عني؟ المفترض اتحاد الكوره. بس للاسف برضه الموضوع ده مش اتحاد الكرة ما الموضوع ده بيحميش. برضه مش اصل ما هو له حاجه. اتحاد الكوره برضه هو عيني، هو برضه هو كمان هو سايبين في حاله، سايبين في حاله. فهم الناس برضه يقول لك احنا بنشتغل واللي يحصل يحصل، هنعمل ايه؟ يعني انا بشوف مثلا في الدوري الانجليزي، عشان انا راجل بشجع ارسنال، فمتابع دوري انجليزي. اكتر فرقه اتظلمت بالفار هي ارسنال. فبعد كل ده الحكم بيطلع حصل حاجه ولا الهوا. الحكم بيحكم تاني يقول حكم تاني بس احنا عندنا بس خلاص. في مصر الحكم بس لو اوفسايد ما اتحسبش وما سجلش هدف ولا حاجه طب بيقعد. ما نقول ده دوركم دور الاعلاميين المحترمين، يعملوا حلقات مكثفه وجهوا الناس. ما انا قلت ان اضعف نوجه. ضلع دايما بيطلع هو ضلع طب الحكام. نعمل حاجات تثقيفيه للناس، نعمل حاجات تثقيفيه للناس. ايه المشكله؟ استضيف شيء سين وصاد وعين وغين ونعمل الكلام ده ويسمع كل الدنيا كلها، بحيث ان الحكام تشرح لنا يا جماعه دي اتعملت ازاي. لا توعوا الناس، مش الحكم. وعوا الناس ان الراجل ده الدنيا كلها بتتفرج عليه، مش جاي يغلط. مش جاي يغلط. هو مش من اهدافه اصلا. هو جاي انا بقول لك ايه الاتحاد ولا دجله ركله جزاء سليمه 1,000,000%. بقول لك بس عشان ما كانش في فار فاكيد حضرتك ما شفتهاش. انا بقول لك ما شفتهاش. ما هو وارد. ايه المشكله؟ هل انا قاصد ان انا متعمد الخطا؟ اكيد لا طبعا. بس لا اتقال بقى وشتيمه ودعاء كلام بامانه، ومع ذلك برضه مكملين. بص يا كابتني، احنا هنا في مصر الحاجه اللي حلوه برافو يا كابتن احمد، الحاجه اللي وحشه ايه يا عم انت مش شايف. احنا كده. بمناسبه بقى اتحاد الكوره على فكره، على مدار السنين انا الحكم الوحيد اللي اخدت مكافاه على المباراه من طبعا. ضربه الجزاء اللي اتحسبت في النهايه بعد نهايه المباراه. ايوه كانت حادثه مشهوره قوي ده. باشمهندس احمد مجاهد بجد من اكبر الناس اللي داعمين للتحكيم المصري. فوجئت باتصال تليفوني ان تم صرف مكافاه ليا على المباراه. فلما رحت له قال لي بقول لك ايه، اوعى تحسب نفسك انا مديك مكافاه عشان مش عارف ايه. قلت له امال ايه؟ قال لي لا انت غلطان. قلت له عارف ان انا غلطان. قال لي لا بس انت عشان قدرت تسيطر على اللعيبه وترجعها تاني والحمد لله الماتش كمل على خير في اطار القانون. يعني في سابقه لم تحدث ولا مره في الدوري المصري. في الدوري المصري. لا وبعدين اعتقد في وجهه نظري انا الشخصيه، لو حكم الفار مش عارف ان شخصيه حضرتك قويه هتعمل القرار ده اللي هو داخل اطار القانون فعلا، ما كانش تقريبا ممكن يستدعي. بص بالمناسبه طالما جبنا اسمائهم، كان الكابتن محمد عباس قليل والكابتن حماده القلاوي اللي هو دلوقتي بقى حكم دولي. كانوا هما الاثنين الفار والايفار، وبرضه على فكره خدوا مكافاه. قلت لهم عدوا الجمايل اهو كله اتراضى. لا هي الحادثه دي كانت مشهوره واخدت شويه في السوشيال ميديا. يعني كنا شايفينها. الحمد لله الحمد لله. لا بس خلي بالك يعني برضو ده انا لازم اقولها، يعني هي اتاخدت ازاي اعلاميا. شاهد الحكم احمد العدوي يحتسب ضربه جزاء بعد نهايه المباراه. تلاقي الرياكت اللي معمول على البوست او على الخبر رياكت ضحك. طب يا جماعه طب ما ترجعوا اقروا قانون. هو انتوا ما بتشوفوش بره مثلا بعد ما المباراه تنتهي؟ بس بالمناسبه لو ما فيش فار كده غير قانوني. هو الفار هو اللي لو ما فيش فار في مباراه بتلعب يعني مثلا مباراه القسم الثاني والثالث تمام ما فيش فار. ما ينفعش بعد ما انهي المباراه المساعد يقول لي يا كابتن ده كان في ركله جزاء. ما ينفعش. لازم يكون موجود. لازم يكون تقنيه الفار موجوده. وفي الحاله دي ممكن لا وبنشوف بره يا كابتن في المباريات اللي بره بعد نهايه المباراه بتلاقي الحكم لا جاب المدرب جاب اللاعب مش عارف ايه راح مثلا اداله كارت احمر واتحسب عادي. داخل اطار القانون. لا عادي. هو ليه بقى الحاجه الحلوه اللي بتتعمل بره لما هو هي برضه الناس محتاجه برضه تثقيف. هقول لك حاجه، ده المدربين نفسهم واللعيبه المفترض يتعمل لهم ندوات لشرح قانون كره القدم. لان بالعكس ساعات احنا بنلاقي لعيبه جهله بالقانون، في مدربين جهله بالقانون، فانت بتعاني بتبتدي تشرح. فالشيء في مدربين بصراحه بتبقى حريصه ان هي يعني تفهم تتابع. يعني اقول لك حاجه الحمد لله انا مش عايزين نسبه الاحداث ما اعرفش هنتكلم فيها ولا لا، بصفه ان انا لا رئيس لجنه الحكام في السويس ما اعرفش هنتكلم فيها في ايه. لا هنتكلم فيها كده. الحمد لله بتواصل مع المنطقه عندنا هنا برضو الكابتن محسن عنان بصراحه برضو مش سايبنا، بنتواصل مع الانديه. بنعمل برضو قبل الموسم دورات او للمدربين بنشرح لهم التعديلات بتاعه القانون. وهل المدربين بتوع الدوري الممتاز عندهم الفكره دي؟ او الموسم اللي فات اعتقد واللي قبله اتعمل على فكره كذا مره. المسؤولين عن اصل الطرود كتير. لا المسؤولين يعني في كباتن بتاخد طرود كده عمرها ما تخلص. المسؤولين عن تطوير التحكيم فعلا راحوا بعض الانديه برضو ان ما كانش كلها وشرحوا لهم التعديلات بتاعه القانون دي. برضو خطوه تحسب للجنه الحكام. هو الفار عندنا متطبق بشكل سليم 100%؟ لا. طب احنا الاخطاء بتاعتنا فين؟
ان يعني الفار بتاعنا مختلف عن ايه الفار بتاع اسبانيا مثلا؟ المفترض لا، احنا عندنا يعني هي حته نفسيه. الحكم اللي في الملعب، انا حكم كبير، ما ينفعش حكم صغير يجيبني يعني بالاخر، يعني يديني تعليمات او يصحح لي حاجه. هو بيساعدك ما انا بقول لك، حته نفسيه، فساعات برضو دي بتعمل بعض المشاكل. ماشي، بس انت ممكن تكون مثلا ما أنا ليك قلت لك. زاويه التحرك بتاعتك يعني ما كانتش مثلا. ما انا قلت لك اهو. انت بتقول لي المشكله ايه، بقول لك المشكله في الحته الفلانيه. لكن الفار سليم. ما انا بقول لك اهو. بعدين بقى خلي ما بالك، هو بروتوكول الفار قال لك ايه؟ قال لك تبقى المخالفه عامله زي الصخره. حلو. بص كده. ادي كده. لو كده ما تجيبنيش. تمام. انا كنت بلعب بقولها ايه بقى؟ انت شايل كل حاجه. بقول له ايه؟ لا بقول له ايه؟ كل ما هو خاضع للتقدير مالكش دعوه. ماشي. بمعنى ايه؟ احنا موجودين. تمام. انا ممكن ادي قرار. تمام. وحضرتك تختلف قرار. تمام. وحد تاني يدي قرار. تمام. وارد طبعا. صح. يبقى ديت ما تجيبنيش. اللي كلنا نتفق عليها ان هي سليمه وانا ما شفتهاش، هاتني تستدعيني فيها. تستدعيني. عارف لو عملوا كده تبقى الامور سهله خالص ومفيش مشاكل. لا هو هيبقى في مشاكل. ما انا مش، وانا بقول لك لو عملوا كده. طب عايز اقول لك انا حاجه. اتفضل. هو احنا لما بنروح معسكرات بتاع الحكام، تمام، ودلوقتي بنروح معسكرات مراقبين، معسكرات محاضرين، تمام، بيعمل ايه برضو قبل ما بتحضر الكورس؟ بيديك اختبارات، بيجيب لك لعبه على الشاشه قدامك، تمام، وحلها. مش كلنا بنحلها صح. انت شفت اللعبه اتعادت مره واثنين وثلاثه وبتحل غلط ليه؟ في حاجات بتبقى تقديريه. تمام. انت ممكن تقولها صح، ممكن ادي مخالفه، يعني ممكن احتسب الخطا الفني والخطا الاداري، ما اديش انذار وهي عايزه انذار، ادي انذار وهي عايزه طرد، او ادي مش عارف ايه وهي. فهي القصه برضو في الاول والاخر تقديريه للحكم. بالظبط. لكن القرار السليم ممكن كلنا نختلف فيه، وعشان كده بقول لك هتفضل حضرتك قلت لي من شويه طول الارسنال في ظل وجود الفار اكتر نادي اتظلم. هي اعلى مش اعلى مستويات الدوري الانجليزي طبعا. في اخطاء؟ لا، فيش اخطاء، في اخطاء كتير جدا. طول ما هنفضل، طول ما احنا عايشين هيبقى في اخطاء. مهما حتى اقول لك حاجه، حتى لو عملوا الانسان الالي وقال لك قرار برضه هيبقى في اخطاء. انا عندي سؤال ممكن يكون صعب شويه او تقيل شويه، بس هو بيتقال كده، هو الاسطمبه بتاعته كده، وهقول له زي ما هو الاهلي والزمالك اعلى من اتحاد الكوره ولجنه الحكام؟ وش لو حضرتك عايز تمتنع عن الاجابه هغير السؤال تماما. كانديه، كمؤسسات كانديه؟ لا 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 لا. الاعلام. ازاي؟ الاعلام هو اللي عم بيعمل ضغط، الاعلام هو اللي موجه. عشان كده قلت لك احنا لما يبقى في اعلام محايد وعايز يوجه رساله كويسه ويبعد اتحاد الكوره والمسؤولين والحكام عن الضغوط، هنشوف حاجات كتيره كويسه قوي 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 قوي. طب ما انا ممكن ارد على حضرتك في حاجه بسيطه. شفنا للاهلي وللزمالك مجالس الاداره بتقدم زي شكاوى في الحكم سين وصاد وعين ولام، الاقيها مثلا بعدها ب 15 جوله او 10 جولات الحكم ده ما بيحكمش في ال10 جولات اللي بعد الشكوى، بيحكمش الاهلي ولا الزمالك. طب انا هقول لك انا حاجه. اتفضل. لازم ابقى راجل ذكي، مش ان هو بيوجهني ان يجيب لي الحكم. في فرق بين ان هو يطلب مني حكم وان انا مش عايز حكم. اما يطلب مني حكم ينفع؟ لا. طب انا مثلا متضايق من احمد العدوي، تمام، عنده اجيب له احمد العدوي؟ لا، مش منطقيه برضه. ماشي. هي بقى بتتحسب ايه؟ اصل هو خاف منهم. لا، مش خوف، بالعكس ده حفاظا على الحكم. حفاظا على الحكم. بالعكس انا لما نادي يقول لي مش عايزك، انا مش عايز اروح لك. ما تسالش مني، كل مباراه مذاعه صح؟ تمام، بس خلاص. فهي القصه في ايه؟ مش قصه ان انا مش عايز لا. طب اقول لك حاجه، هتلاقي الموسم اللي بعده الحكم ده موجود وده موجود وده موجود، وعلى فكره الحكم اللي بيشتكي منه النهارده بيشكره بكره والعكس. طب اقول لك حاجه، محمد عادل اتظلم في كلمه الحكم الاحتواء. اولا محمد ما بيطلعش في الاعلام خالص. محمد كانت اول مره في حياته يطلع في الاعلام مع كابتن شوبير في المكالمه دي. حتى على فكره اتكلمت مع كابتن شوبير وقال لي انا يعني انا حسيت ان انا ورطت محمد في الموضوع ده، ولو اعرف كده انا ما كنتش زعت. ممكن يكون خانوا التعبير مثلا. لا بالعكس. اقول لك حاجه، القانون فيه الكلام ده. قانون كرة القدم اقراه كويس قوي في كلمه الاحتواء. طب عايز اقول لك حاجه، هو انا ده جاي ادير مباراه ولا احكم مباراه؟ ادير مباراه. مش فاهم اسمها روح القانون. طب ما روح القانون دوت لما تيجي كده تفسرها، انا بحتوي اللي قدامي. انا ممكن الاقي في حاجات ممكن اعملها للاسف عشان احنا لينا طبيعه خاصه. ممكن ماتش يبوظ، ممكن ماتش يتلغي. هتقول لي ما يتلغي. طب وليه يتلغي؟ وليه يبوظ؟ وانا بايدي
اقدر امشي الدنيا، وخصوصا طب ما هو الفريق الخصم هيشوف ان هو اتظلم يا اسمعني كابتن. بس اسمعني بس ماشي. هو الماتش ده تحديدا خلص كام؟ كان الاهلي والزمالك مش عارف كان فرق 2 أو 3. يعني انا مش فاكر وانت عارف النتيجة بصراحة يعني. وانت عارف طبيعه الماتشات دي عامله ازاي، طبعا. وطبيعه الضغوط اللي بيتعرض لها الحكم المصري في المباراه دي ازاي. فانجح المباراه وادير مباراتي. يعني اقول لك حاجه، احنا في المباريات بتاعت القسم الثاني والثالث اما بنطلع بره السويس والله العظيم تاني، يعني في مراقب يجي يقول لي ايه، انا واثق فيك عشان انت هتطلع بالماتش ده. هو يقصد ايه؟ هو يقصد ايه؟ ان انا هظلم؟ لا مش هظلم. انا هطبق القانون وهدير المباراه بما يتماشى مع روح القانون، وان انا ما اظلمش حد. تمام. لكن انا عايز اطلع بمباراتي سليمه، عايزين نروح كده. هي مصر، هي الدوري المصري والاجواء بتاعتنا كده. لكن هنخش قانون؟ لا، في احتواء وفي روح القانون. فمش قصه مين اقوى من مين، لا 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 خالص. لو الاعلام اشتغل اعلام بس اعتقد احنا هنبقى في حته تانية خالص. اعلام واضح وصريح يا ريت، او حقيقي، مش موجه. احنا نتمنى. انا طبعا مع احترامي طبعا لكل الاعلاميين، مش قصدي حاجه، بس انا بتكلم بالصراحه الشديده جدا. في اعلاميين كتير جدا بيبقى معروف هو بيبص على ايه او بينشن على ايه، يعني كلنا. انت عايز تحرجني صح؟ لا والله ابدا، والله العظيم ابدا. تقدر تقول اسماء الاعلاميين؟ انا اقدر بس ما ينفعش يرفع عليا قضيه. ما انا موجود معاك، ما تتكلم، انا موجود معاك. لا ما ينفعش، مع احترامي للجميع خلي بالك. لا على فكره بص يعني انا راجل صعيدي قناوي ما بخافش، بس الاحترام ده لا رقم واحد عندنا. بس يروح الدعاء بس قلت اختفى. لا ما تقلقش يا كابتن، معاك انا كابتن صاحي على الخط، ما تقلقش، ماليش في القانون بس فاهم. الله يخليك يا كابتن. طب انا عايز اعرف ايه مطالب الحكام. الحكام عايزين ايه عشان يبقوا مقدمين 10 من 10 من مجهودهم او 10 من 10 من جودتهم؟ ايه المشاكل اللي بتواجهك؟ عايزين لجنه حكام محترفه. ده الملف اللي كنت جايبه بعد كده. لجان فرعيه محترفه. ماشي. ان ما كانتش محترفه يتقاضوا مرتبات مش ببلاش. تمام. ليه؟ الاساس اللجان الفرعيه. انا اللي بثقف الحكم، انا اللي بمرن الحكم بيروح لجنه الحكام مره او مرتين في السنه، يومين معسكرات. الحكام معانا احنا طول السنه. تمام. فبرضه تتوفر لي الكلام ده، توفر لي الماده العلميه، انا اعرضه للحكام. ده بالنسبه للمسؤولين. يبقى في استقلاليه، مش هنقول بنسبه 100%، على الاقل بنسبه 60-70% عن لجنه عن اتحاد الكوره. هيبقى برضه في اريحيه في الشغل شويه. نوفر للحكام ملاعب تدريب، نوفر لهم ادوات تدريب، نعلي البدلات بتاعه التحكيم. انا كنت لسه جايلك في المباريات اللي في مسافات بعيده، وفعلا اتحاد الكوره ساعات بيعملها بس في المستوى الاول بس. يوفر لك وسيله مواصلات. الحكم ياخد مستحقاته اول باول. كل الكلام ده اعتقد يعني هتنقل التحكيم في حته تانية ان شاء الله. طب هو احنا ليه لا محتاجين خبير اجنبي يدير لنا العمليه؟ ليه محتاجين محترف؟ والله بص، هو ما عندناش كفاءات مثلا لا قدر الله يعني. هو في ميزه ما يعرفش ده وده. لا مش فارقه معاه الهجوم. ماشي. مش فارقه معاه، ولا فارقه معاه، ولا عياله شايفين حاجه، ولا بيته شايفين حاجه، ولا الكلام ده. ماشي. لكن المصري برضو زي معرض للاتهام. زي الحكم. اقول لك حاجه، انا من وجهه نظري افضل من تولى ملف التحكيم كابتن عصام عبد الفتاح. تمام. راجل على فكره بره اللجنه اهو، اشتغل، ما كانش بينام، عمل حاجات كتيره كويسه جدا 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 جدا. وبرضو ما سلمش برضو من الاذى والتطاول والكلام ده، رغم ان هو بره في الاتحاد الدولي بيعامل معامله مميزه جدا. وده على كده هو كان في تكليف من الفيفا تقريبا في اوغندا وفي الصومال، هو المحاضر الفني. تمام. فتخيل انت، جينا فتره من الفترات جابوا الاجنبي هنا، الفيفا بعد برضو كابتن عصام ايام كلاتنبرج، وجي تقريبا ايام بريرا. فتخيل انت معاك. ما احنا جربنا كذا تجربه محترفين وما حبيبي، ما انا فضلت نفس المشاكل. ما انا بقول لك، فهو ممكن اتحاد الكوره برضو بيرفع الضغوط عن المصريين، لان خصوصا كمان لما يبقى في واحد مصري برضو احنا للاسف فينا ناس مش كويسه برضو بيهاجموا عشان من مصلحتهم ان هم يرجعوا. فاعتقد الى حد ما في التوقيت اللي احنا فيه ده، لحد ما الامور تستقر، الاجنبي افضل. بتشوف مين مثلا من الحكام المصريين المتاحين حاليا او الموجودين في الدوري المصري حاليا تتنبأ له ان هو مستقبله هيكون باهر جدا، مش على مستوى المحلي، على مستوى كمان الدولي؟ بص، هو المفترض اللي يلحق نفسه دلوقتي امين عمر. تمام. وفي مصطفى الشهدي كويس جدا 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 جدا، يعني ان شاء الله طلع كويس. في محمد ابراهيم كويس. انا في عندي من السويس احمد ناصر، لو خد الفرصه هيبقى كويس.
كنت لسه جايلك اسالك على حكام السويس. عندي محمد رمضان برضو كويس. انا بتكلم على المستوى الاعلى، لكن عندي برضو ناس كويسه جدا في السويس، اسلام راشد، مصطفى خفاجه، عبد الله فوزي، عمرو عيد. دول صفاره على فكره، بتكلم على الصفاره بالذات تحديدا. يعني لو خدوا فرصتهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبقى الامور كويسه برضو كمان بالنسبه للسويس ان شاء الله. طيب بالنسبه بقى كنت يعني اللجنه بتاعه السويس، او بما ان حضرتك يعني رئيس لجنه الحكام في السويس، ليه ما بنشوفش كتير زي كابتن احمد العدوي في الدوري من السويس؟ مش كتير يعني بنشوف من الاقاليم والقاهره وغيره. احنا بقالنا كذا سنه من ساعه ما جه مارك كلاتنبرج مفيش استقرار في لجنه الحكام. يعني انا موجود دلوقتي، دي تقريبا بدايه السنه الرابعه. انا اشتغلت تقريبا مع 6 أو 7 أو 8 لجان حكام. ماشي. كل ما نبتدي نشتغل ونظبط سيستم معين عشان حكم يلعب مع عندنا والكلام ده، اللجنه تتشال تيجي لجنه جديده، كل ما تيجي تظبط لجنه تتشال وتيجي لجنه جديده. بريرا السنه اللي فاتت عمل تصنيف، كان في ظلم كبير جدا جدا للحكام، وعلى فكره انا بسبب التصنيف ده كنت تقدمت في استقالتي، مش عشان خاطر انا، عشان خاطر الحكام. تمام. بس برضو اضطرينا للاسف نتعامل مع الموقف لحد ما الموسم خلص والراجل مشي. ويعني انا اعتقد الى حد ما ان شاء الله هيبقى في طفره لاحمد ناصر السنه دي، في طفره لمحمد رمضان. ممكن نزق مصطفى خفاجه شويه مع عمرو مع عبد الله في الممتاز بيه، مع المساعدين عندنا بقى توفيق، خليفه، امين، محمد ابو العزايم، احمد الكيال. عندنا اعتزل بقى طبعا، ووجه لهم الشكر من خلال المنصه بتاعتكم كابتن كريم مهيه والكابتن مصطفى عطيه. بصراحه اثنين اسروا التحكيم المصري بجد بجد بجد. ممكن ما خدوش برضه حقهم بالكم او القدر الكافي، لكن على فكره كانوا حكام دوليين مرتاحين، لكن برضه قدر الله ما شاء فعل، ادوا فتره كويسه. وانا بشكرهم من خلال حواري معاك ان هم كانوا موجودين معانا، وان شاء الله ان شاء الله يعني ممكن يبقى ليهم دور الفتره اللي جايه معانا ان شاء الله. اثناء الدعبسه سيرش كده، لما بسرش على بعض الحاجات عن كابتن احمد العدوي، عرفت ان حضرتك كنت مرشح للقائمه الدوليه 6 مرات ولم يحالفك الحظ، صح؟ حصل. بص، هو انا اترشحت في سن صغير جدا. تمام. مع عتاولة التحكيم المصري. تمام. محمد فاروق مع حفظ الالقاب، يعني سمير عثمان، ياسر كابتن سمير عثمان. ناس كتير 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 يعني بامانه كانت عتاوله. فكان شرف ليا ان انا كنت موجود وسط الناس دي وانا لسه طالب. تمام. اخر مره دي كانت اقرب مره؟ هو في مره، لا تاني مره اللي كانت اقرب مره. ومش عايزين نقول مجاملات. شفت بقى مين اللي بيحرج التاني؟ لا 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 لا. بس انا سامحت، يعني انا سامحت الكابتن عصام صيام. هو ظلمني ظلم باين، بس انا قابلته قلت له انا مسامحك، لان في الاول والاخر ده نصيبي. وحتى على فكره كان المجامله لصالح حمدي شعبان، وحمدي شعبان على فكره من بعدها برضو بطل تحكيم. وهو على فكره طلع في احدى البرامج او اللقاءات الصحفيه، انا فعلا كان احمد العدوي هو الاحق. بس خلاص بقى ما فيش بكاء على اللبن المسكوب. جينا بقى السنه اللي بعديها تولى اللجنه الكابتن عصام عبد الفتاح. تمام. كنا في معسكر في مشروع الهدف في اكتوبر. اتصل بيا قال لي انزل لي، نزلت له المكتب بتاعه. قال لي يا احمد، انت بكره لو نجحت في الجد انت حكم دولي. صراحه شو بقول لك كلمه الراجل اللجنه، هو اكيد يعني حضرتك صادق يعني. فلا بقول لا ما هو انا الحمد لله صادق، مش هقول حاجه ما حصلتش اكيد طبعا يعني يا كابتن. انا قصدي ان احنا مش هنراجع وراك يعني. انا بقول مش الراجل مش موجود في منصب عشان ان انا اجامله ولا ازكيه على حاجه. لا، انا بحكي لك موقف الراجل فعلا عمله معايا. تاني يوم بنجري في اول سبرنت جالي مزق في الاماميه، فما فيش نصيب. برضه الشيء بالشيء يذكر. برضه بعد كده، بعد ما حددوا، كان اول ما حددوا السن 38 سنه، بعد كده الاتحاد الدولي، لا الترشيح، الاتحاد الدولي فتح السن. فتح السن. فبصراحه برضه مشكورا اخويا وحبيبي، اخويا كبير جدا، حبيبي قوي قوي قوي، كابتن جمال غندور. انا اتصلت بيه قلت له يا كابتن جمال، وكنت على فكره بالمناسبه لسه عامل الكوبر بتاع المحليين. تمام. ساعتها اسمه كوبر وكنت ناجح. قلت له يا كابتن جمال، هستاذنك طالما الاتحاد الدولي بعد، انا محتاج معنويا ادخل المعسكر بتاع الترشيح ده. وانا مش عايز حاجه، ولو مش عايز نجري ما اجريش. انا هبقى موجود سبورت للحكام الصغيرين وداعم ليهم، ومش محتاج اكتر من ان انا ابقى موجود في المعسكر. الراجل بالفعل استجاب وكنت موجود في المعسكر. فبقول لك يعني بالظبط من 6 ل7 مرات اترشحت للقائمه الدوليه، لكن في الاخر ما فيش نصيب. الحمد لله الحمد لله. كان ربنا كرمني في اخر موسمين. خدت رخصه الفار برضه على فكره، وفضل بعد ربنا برضه الكابتن جمال غندور اتصل بيا بعد بدء
لان كنت اعتذرت، لان قال لك الكورس شهر مش هينفع تمشوا، وكان عندي ارتباطات في شغلي. فالراجل اتصل بيا قال لي لا لازم تيجي، لان مفيش كورسات هتتعمل تاني دلوقتي، كان ممكن يطنش. فجيت والحمد لله كنت من اول 21 حكم في مصر في الدوري المصري، اخدت رخصه الفار. الحمد لله الحمد لله بفضل الله عليا. اتظلمت قبل كده لكن نهيت نهايه جميله. في سنتين حكم من الاقاليم ومش دولي، لعبت الحمد لله 28 مباراه في الدوري المصري. ما شاء الله ما شاء الله. انا فاضل لي سؤالين. السؤال الاولاني، ليه ما يرجعش كابتن جمال الغندور او كابتن عصام عبد الفتاح رئيسا للجنه الحكام، ويبقى ليها استقلاليه تامه باعلى مستوى من ان ما حدش يقرب للجنه الحكام عشان نعرف نأدي احسن اداء. وربنا يديهم الصحه طول العمر. تمام. هيرجعوا. ماشي. استقلاليه مفيش استقلاليه، وما تقوليش ليه، عشان دي مش بتاعتي. ليه؟ لا مش بتاعتي، مش قراري. عايزه تعديل لوائح، قصه كبيره يعني. هو ملف الكوره كله بتاعنا امكانيات هتصرف منين الاول؟ يعني هو احنا بنقول استقلاليه فعلا عشان استقلاليه، لكن هتصرف منين؟ مين هيرعاك؟ هتجيب يبقى برضه فيها شبهات. طيب انا عارف ان حضرتك بما ان احنا سويسه، فعارف ان حضرتك طبعا داعم كبير لمنتخب السويس، صح؟ جدا. ومشجع وعاشق لمنتخب السويس. طب احنا هنوصل لفين مع منتخب السويس؟ من سنه ونص كنا قاب قوسين او ادنى. انا السؤال ده بساله لاي ضيف. كنا خلاص يا جماعه قربنا هندخل الممتاز. دلوقتي احنا ممتاز ب اللي هو درجه ثالثه. هنروح فين يا كابتن؟ ربنا يتولانا. خلاص مش هكمل انا كلام، خلاص الموضوع خلص. اعتقد كابتن كوكو قال كل حاجه. استاذ محمد ايوب قال كل حاجه، بس احنا برضو ورا الموضوع. قول ربنا يتولانا. احنا ورا الموضوع لغايه لما نحل اعلاميا. ما حدش عارف الخير فين، وقول يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك. فاضل حاجه واحده بس، حضرتك هتمضي لي على الكوره. اخدها وانا ماشي ولا امضيها واسليها؟ انا هستأذن حضرتك تمضي لنا على الكوره، عشان الكوره دي انا هحتفظ بيها لما يمضي عليها اكبر قامات الكوره في السويس. فدي حاجه تشرفنا جدا. في اي مكان ابيض اكتب اللي انت عايزه، معتز معاك، ذا بودكاست، اي حاجه انت حضرتك عايز تكتبها. الكوره دي تخلوا بالكم منها، لو حصل لها حاجه هزعلكم. بفكر بعد انتهاء السيزون الاول اخدها واروح بيها اصور بيها في البيت. حبيبي. انا متشكر جدا جدا يا كابتني والله. عايزها طيب؟ ايه ده بعد اذنك، ما تغلاش عليك والله حبيبي. بس عليها 2 امضاء لغايه دلوقتي، تمنها غلي. بقت برايسلس خالص يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. انا متشكر لحضرتك جدا، ودي اول مره حضرتك تشرفنا. اكيد هنستضيف حضرتك في مره تانية، لان حضرتك قيمه في التحكيم المصري كبيره. اكيد لما تحصل حاجات كبيره هنستضيف حضرتك تاني نستشيرك. هو حضرتك كلمتني في الاول قلت لي في جزء كان طبي تقريبا، كان في القناه هنا بيعملوا بودكاست عن اسمه الروشيتا، بودكاست من انتاج الشركه هنا عن الكلام الطبي او الاطباء يعني. احنا بمناسبه ان احنا داخلين على في استحقاقات سياسيه شيوخ النواب، يعني ممكن لو برضو نعمل حاجه توعيه للناس فيما بعد، سواء انا او غيري. تمام. نتكلم برضه في الحته ديت. على فكره برضه سياسيا انا امين الشؤون القانوني حزب مستقبل الوطن. اهلا وسهلا. فلازم برضه نوعي الناس تنزل ليه وحقك ايه، وما ينفعش نسيب الصناديق فاضيه. مش عايزين نقول في تزوير، لا فعلا لا، انا بقول لك مفيش تزوير. المره دي مفيش تحالفات، مفيش اي توجه سياسي لاي حد. كل المرشحين المعروضين كلهم احسن من بعض. انزل شارك، ادي صوتك، بلاش تقول احنا هنعمل ايه هنغير ايه، بلاش السلبيه. اعتقد لو في برضو تتبنى القصه دي، احنا لسه لحد تقريبا يوم 4 و5 تقريبا اغسطس، لو تقدر برضو تجيب حد من السياسيين المحايدين برضو ممكن نتكلم في القصه ديت، نعمل توعيه للشارع السويسي. اعتقد برضو هتبقى حاجه كويسه. والله هحاول كده انا ويعني مع الشركه هنا، شركه CBU طبعا هي شركه محترمه. هحاول ان احنا نفكر في الموضوع رغم اني لا افقه شيء. انا بتاع دي يا كابتن. بص احنا قلنا انا بفهم دي بكل حاجاتها يا كابتن. احنا ممكن نعمل ايه يعني؟ مثلا انا جيت معاك، ممكن اجي المره الثانيه نتكلم في الكوره، وانا 5 دقايق اعرض القصه دي بصفه عامه بحياد كتوعيه للشعب السويسي. والله احنا هنحاول ان احنا نفكر فيها، وزي ما قال كابتن احمد الفرصه هي موجوده. اعرف المرشحين اللي نازلين، اعرف دنيتهم ايه، انزل. لا احنا مش هنقول اسماء،
مش هنتكلم لا في لا أزمة انا خالص. قصدي مش بتكلم احنا هنتكلم في الاجواء احنا أو هنتكلم احنا هنتكلم في التوعيه بس. آه. بس انا بشكر حضرتك جدا والله، وان شاء الله هتتكرر مره شاء تانية الله. ان شاء الله باذن الله. ومنتخب السويس ان شاء الله يعني. واحنا برضو في مره ممكن نعمل برضو فكره خارج الصندوق لو الامكانيات تسمح. ممكن ان شاء الله لو عملنا اختبارات الورنر تيست في السويس ممكن تشرفونا، عايزين تصوروه برضو هتفرق معاكم اكيد. وتفرق معايا انا كمان شخصيا. لو جينا عملنا برضو محاضره في الحكام مع اختبارات نظري برضو، لو عايزين تشرفونا برضو، تبقى حاجه يعني متهيألي حاجه جديده برضو ما اتعملتش قبل كده. ودعم للحكام. وانا شرف ليا، لا والله العظيم انا شرف ليا ان احنا ندعمكم ونبقوا الله يكرمك. الله يخليك. تبقوا انتوا يعني اصحاب السبق في الله يخليك يا كابتني. الله يخليك. ما تخافش لما تيجي مش هاخد منك فلوس، ما تخافش. احنا تحت امرك يا كابتن. شاكر جدا ليكم، وان شاء الله نشوفكم في الحلقات القادمه.